لأن هذه لحظة من اللحظات التي سيؤرخها التاريخ وستبقى في ذاكرة كل الشعب المغربي. إذن هنا ساحة البريد، كذلك كل الشوارع المؤدية الصوب كما قلنا صوب المطار كلها مكتظة مملوءة بهذه الجماهير التي حضرت عن بكرة تبية من أجل أن تعيش هذه اللحظات التاريخية. وهذه الصور يعني صور ستصل لمختلف بقاع العالم. تحدثوا عن وصول منتخب الأرجنتين والملايين من الجماهير، تحدثوا عن وصول المنتخب الفرنسي، تحدثوا عن وصول المنتخب الكرواتي. الآن سيتحدثون اليوم عن هذا الاستقبال التاريخي للمنتخب الوطني المغربي صاحب المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022. الحقيقة هو الفائز المغرب، كما قلت بأن المغرب هو الذي فاز بقلوب كل العالم من خلال الاستماتة ديالو الجرينتا، من خلال الروح والندية داخل الملعب، ومن خلال ذلك الانسجام، من خلال ذاك الترابط الأسري، من خلال الأخلاق اللي أبانوا عليها من خلال جميع المواجهات، لأن كانوا حاضرين سلوكا وأخلاقا والتزاما، لأن كانت هناك ضوابط المواطنة يجب الحفاظ عليها بأي شكل من الأشكال. نعم، المنتخب الوطني المغربي وكرة القدم الوطنية من خلال المشاركة في هذا المونديال للمرة السادسة كانت المشاركة ولكن بقضايا خاصة بالمغرب، هو التألق، إفراز فن مغربي بهوية المغربية، خلافا لمنتخبات أخرى كانت لهم قضايا أخرى جاءوا للدفاع عنها. صح. في الوقت اللي كان المنتخب الوطني المغربي جاء للدفاع عن القميص الوطني، للدفاع عن مكانته، لتقديم مستوى راقي وتجاوز السقف ديال الثمن النهائي وقد بلغ إلى النصف. هذه قضايا ديال المنتخب، ثم أيضا ليكون في مستوى الشعب والملك ديالو كان باش يقوم بالواجب ديالو. هذه قضايا ديال المنتخب. وكان عنده كذلك ما نقولوش مسؤوليه، كان عليه ثقل كبير بعد خروج المنتخبات العربيه، يعني خصوصا دولة قطر الشقيقة التي كنا نراهن أنها ستذهب بعيدا بحكم بلد المنظم، بحكم منتخب البلاد كان المنتخب مرشح أنه يمشي لدور متقدمة. زيد على ذلك خرجت تونس، خرجت السعودية، لم يتبقى سوى المنتخب الوطني المغربي. ولذلك حتى الأشقاء القطريين والعرب راهنوا بشكل كبير أنه إتمام هذه النسخة بهوية عربية سيكون الدور على المنتخب الوطني لتحقيق هذا الهدف. هذا ليس بجديد على المنتخب الوطني المغربي وعلى المغرب. المغرب هو محامي إفريقيا، المغرب يحمل كل قضايا إفريقيا على كاهله، وثم القضايا ديال العرب. ما قام به المنتخب الوطني المغربي اليوم لم تقم به يعني عدة مؤتمرات ومنتديات عربية، ولكن لم تستطع أن توحد وتجر كل هذا العالم العربي حوله. صح، لأن العالم العربي القارة الإفريقية نعرفوا كانت علاقة الدول الإفريقية. أولا كاين العنوان أن المغرب فخر العرب وفخر إفريقيا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن الوحدة العربية تجسدت في هذه الثورة الكروية المغربية التي أحدثها شكلا ومضمونا، لأن ماشي غادي نقولوا بأن كما يحاول البعض أن يشكك في النتائج، فالذي تعادل مع كرواتيا وفاز على بلجيكا وفاز على كندا وفاز على إسبانيا وفاز على البرتغال وانهزم أمام فرنسا وأنتم تعرفون الأسباب والمسببات، وانهزم أمام كرواتيا في الترتيب، فهذا يعكس بشكل واضح على أن الحضور المغربي والعربي والإفريقي كان يتجسد في المغرب. صح، وكذلك لأنه كان هو الرافعة حقيقية للرياضة. وقال زأر الأسد وقال بأعلى صوته: أنا إفريقيا، أنا عرب،
أنا المغرب. وجسد صورة المغرب الحديث، مغرب النماء، مغرب التنمية، مغرب الحداثة، مغرب الإنجازات، مغرب الاجتهاد، وما أدرك ما الاجتهاد. ونحن نعرف ما تحقق في هذا الوطن، نفتخر كما قلنا نحن أبناء هذا الوطن. نبقى مع بعض ردود الفعل العالمية اللي كانت. سبيل المثال واحد القناة، واحدة من هذه قناة روسية رياضية كتبت بالبند العريض: جماهير من كل حدب وصوب تمنت فوزه بمونديال قطر، لماذا وقع العالم في حب منتخب المغرب؟ وكتبت كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديالها، كتبت بهذا الشكل: إننا وقعنا جميعا في حب المغرب بالنصر على إسبانيا والبرتغال، رقصة بوفال سفيان مع والدته، عناق حكيمي أشرف ومبابي كيليان مبابي، الداهية وليد الركراكي. لقد كانت لحظات رائعة، هؤلاء الرجال قدموا لنا ولأنفسهم أفضل شهر كروي في الحياة. تعليقكم على هذا الكلام؟ هذا فقط جانب من جوانب الإشعاع والتفاعل والتعاطف اللي كان كبير من مختلف بقاع العالم. ما نتحدثوش عربيا افريقيا بحكم نحن ممثلين ديال العرب وافريقيا، بل كنتحدثوا على دول اخرى اللي الجمهور ديالها تعاطف مع المغرب، وكانت واحد العلاقه حب غريبه ان صح التعبير بفضل هذا المونديال، بفضل هذه الانجازات. لان سي عادل هذا تجسد الصوره ديالو. فين جسدات اللحظه ديال الفوز المنتخب الوطني. غير اسمح لي نقطعك. اول صاعدين عبد الصمد الزلزولي للحافله، اذا عبد الصمد الزلزولي بقيه الاسماء الان عناصر وطنيه تصعد في هذه اللحظات للحافله المكشوفه التي ستجوب مختلف شوارع مدينتي سلا والعاصمه الرباط. وهنا نتابع كيف هو التفاعل من طرف الجماهير المغربيه التي تحيي هذه العناصر الوطنيه باناقه وبصوره جميله على مستوى كذلك يعني اللباس ديال هاد اللاعبين. وفي يوم احتفالي وعرس يجب ان يكون لباس رسمي يليق بهذا كلهم عرسان عالية. هذا لباس ديال الاحتفال بعيدا عن لباس التباري ولباس ديال التنافس. هذا هو المغربي. اما كنسنا الجواب ديالكم: لماذا وقع العالم في حب منتخب المغرب؟ هذا وقع في حبه ليس اغتباطا، بل انه كرسته كل المجهودات التي بذلها، سواء من ناحية كما قلت، سواء من الناحية الإنسانية والاجتماعية أو من خلال التباري ومقارعة جميع الخصوم بدون استشعار نقص ما. فالمنتخب الوطني ظهر بمظهر الفريق القوي، ظهر بمظهر أن هناك لحمة تجمعه وهو الترابط العائلي بين جميع مكوناته. هناك ترابط بين اللاعبين وأولياء أمورهم، إما آباء وأمهات. لاحظنا تلك اللحظات الحميمية وذلك العناق وذلك البكاء الذي لن يزيد اللاعب إلا شحنة قوية وحقنة منشطة وطبيعية من أجل الاستمرار في العطاء ومن أجل التألق والتوهج. النجم أشرف حكيمي تحدث عنه يوم أمس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو، قال إنه لاعب عظيم، لاعب يقدره ويحترمه، وتحدث يعني بشكل جميل جدا عن أشرف حكيمي. خصوصا كان حديث عن حول عدم رضا حكيمي على قرارات التحكيمية وحديثه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو، لكن الرجل رد بشكل يليق بمقام اللاعب ومقام المملكة المغربية، وكان كلام جميل سواء عن أشرف حكيمي ولا كذلك عن المغرب. وتابعنا كذلك في تصريحات جاني انفانتينو، يعني في كل تصريحاته بعد نهاية المونديال إلا وحتى قبل يعني في دور نصف النهائي وفي المباراة الترتيبية لو يتحدث عن ظاهرة المونديال هو المنتخب الوطني المغربي وفي ظل ما قدمه في هذه النسخة الاستثنائية. جاني انفانتينو منذ أن ترأس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جاني انفانتينو لم يكتشف المغرب في قطر، اكتشف المغرب في الرباط وفي أكادير وفي مراكش وفي مختلف المدن. هو يدرك جيدا ما يتوفر عليه المغرب من حب ومن بنيات تحتية ومن شغف ديال كرة القدم. أنا أعود إلى سؤالك حول الحب، فهناك الطرفان، هناك المنتخب الوطني المغربي والأطراف الأخرى إن صح التعبير. فالسحر ديال المنتخب الوطني المغربي والأدوات الفنية والمنتوج الراقي الذي قدمه في مواجهة منتخبات قوية كانت تعتبر من نجوم العالم، هذا هو الذي جر الاحترام وجر الشغف والحب لهذا المنتخب الوطني المغربي. هذا الحب الآن اللي كاين
يعني الرقعه ديال الجماهير وديال محبي وعاشق المنتخب الوطني المغربي اتسعت في العالم. هو الذي فرض الاحترام. أن تنتصر على بلجيكا وأن تبكي كريستيانو رونالدو وتبكي الكبار، هذا لا يمكن إلا أن يعطيك حبا أن تكون مغربيا. مغربيا، هذاك العشق، ذاك الجمال المغربي الذي فيه البهاء وفيه، يعني عندما ترى المنتخب الوطني المغربي كيف يناقش المباريات ديالو، هذه أشياء رائعة جدا. وكذا أنه المستحيل ليس مغربيا، يعني لطالما كنا نسمع هذا الكلام، وربما يعني مع مرور السنوات نتاكد سواء في كرة القدم وفي مجالات أخرى كنتحدثوا ماشي غير في جانب كرة القدم ولكن في مختلف المجالات. كاين جوج المغاربة كل ما يتعلق الأمر بوطنهم بوطنيتهم وكل ما لهم ارتباط بالعالم الوطني في أي مجال إلا وكتشوف التألق والتميز وكتلقى البصمة المغربية ببصمة عالمية. نحمد الله على بلدنا في الحقيقة، لأن هذه البصمة لم تكن بطريقة عشوائية، لأن مردها إلى عمل جاد ومتواصل وإلى مهندسي المستقبل. فبالنسبة لهذا المسألة قلتي بأن المستحيل ليس مغربيا، هذا مونشيت، هذا عنوان كبير. ولكن النقطة الثانية اللي أصبحت متداولة هي كيقول بأن حلم مغربي. أنا لا أعتبره حلم، لأن الحلم الذي لا يواكبه العمل سيتحول إلى حلم مفزع، لأن العمل وبالتخطيط وبالاستمرارية وبالمثابرة يمكن تكسير جميع الحواجز. لأن المسألة ديال أننا نبداو نقولوا بأننا حلمنا، احنا ماشي ضد الحلم، ولكن الحلم يواكبه العمل، تواكبه الاستمرارية، يواكبه التوهج. هذا هو الحلم الحقيقي، صح، ماشي نضم مفزوعين، لأن هذاك الوقيته ما يبقاش حلم، غادي يولي فزاعة. إذن حنايا خاصنا نكونوا حاضرين بقوة باستراتيجية ديالنا في هذا السياق. الأستاذ ناجي وأبو السهل، هذا التميز وهذا النسخة الفريدة منه على مستوى مونديال قطر، ألا ترون بأنها ستنعكس بشكل كبير على هذا الوطن؟ كنتحدثوا على سحر كرة القدم، كنتحدثوا على الإشعاع ديال كرة القدم، سيصل رياضات أخرى، هي الأخرى ستبحث أنها تجتهد تصل لما وصلت إليه كرة القدم وبعض الرياضات الأخرى اللي كانت منحت الإنجازات، على سبيل المثال ألعاب القواف ديال ما قدمته ميدالية ذهبية لسفيان بقالي بطولة العالم إلى ذلك. يعني بعض الرياضات الآن يخلي الكل يزيد يتحرك، لأنه هذا الوطن عندنا طاقات، عندنا إمكانيات، فقط ينقص كيفية التوجيه، كيفية الاستثمار، كيفية وضع خارطة الطريق بأسس علمية إن أردنا أن نصل للمبتغى. وهذا ما نجنيه الآن رفقة المنتخب الوطني لكرة القدم وفي بعض الأصناف الرياضية أخرى. لأن ما حققه المنتخب الوطني المغربي يسائلنا اليوم، ولكن هي مجموعة من الأسئلة بمثابة قنابل ينبغي أن تطرح مباشرة بعد الاحتفال وبعد سموها حوافز، سموها دروس أحسن، سموها دروس. هذه كونوش قاسيين، أسئلة لا بد أن تطرح، ولكن بقوة بشدة. لماذا؟ لأن ينبغي ما يتحقق اليوم أن ينعكس على واقع الممارسة في القواعد ديال الرياضة الوطنية، لأن لا يعقل أن يبقى المنتخب الوطني المغربي بعيد كل البعد على ما تمارسه وما يسود في المؤسسات الرياضية الوطنية. لا ينبغي أن يكون هكذا. كاين مجموعة ديال الأشياء التي ينبغي أن نقطع معها، سلوكات وأيضا ممارسات، الشيء كله خصنا نقطعوا معاه، لأن لا يعقل أن نتابع الجمهور المغربي الذي تابع منتخبا يعني يقدم العطاء بسخاء منذ صفيرة الحكم في البداية حتى النهاية، ويجي ويتبع مقابلة فيها 90 دقيقة كنلعبوا فيها 30 دقيقة ولا 20. يعني كاين مجموعة ديال الأمور. لذلك قلنا نستبشر خيرا أنه غيكون انعكاس كبير. والآن كنتحدثوا على
لكرة القدم كأندية ما شاء الله في ظل ما حققته حتى سنة 2020 غتبقى تاريخية. اللي كتحطوا التتويج في السنوات الأخيرة الوداد دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين حديث النهضة البركاني مناسبتين كأس الكونفدرالية، تحدثوا كذلك على كأس السوبر النهضة البركاني، كتحدثوا على إنجازات في المقابل خصني يواكبها كذلك إن شاء الله يرتفع المستوى ديال الدوري الاحترافي الوطني. محمد مشى لأن دابا السقف ديال الانجازات وديال هذه الامور راه ارتفع. اذا لا عزاء للانديه المغربيه في بعض المشاكل وكذا، خاصها تشمر على سعيد الجد وخاصها تواكب هذا التطور، لان عدم المواكبه ديالو عندكم جميع الامكانيات متوفره لكم. اذا خاص الجديه ديال الانديه والجديه ديال المسيرين ديالهم، لان ما كانش الجديه والمعقول على اساس انهم يمكن يعطيو واحد الدفعه قويه ويكونوا بمثابه فيتامينات لذاك الجسد ديال المنتخب الوطني. اذا اخر الصعيدين كما نتابع حكيم زياش المايسترو نصير مزراوي يصعدان في هذه اللحظات، وتحيه من طرف رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السيد فوزي القجع. روح العائله التي قادت الاسود لتحقيق ملحمه كرويه سيتحدث عنها العالم، سيتحدث عن العالم كما قلنا، وتحدث عن العالم وسيواصل الحديث عنها. كان تجربة استثنائية لبلد اسمه المغرب. سألوا أين هو المغرب، كيف حقق المغرب هذا الإنجاز؟ قالوا المغرب هو بوابة إفريقيا، هو المفخرة التي طالت وستطال دائما الحضور العربي والإفريقي في مختلف المجالات، من بينها مجال كرة القدم، خصوصا ونحن كنا سباقين لأفضل إنجاز على المستوى العربي والإفريقي. والآن نحطم ربما حتى الأرقام اللي جات من بعدنا، بعد ما كانت السنغال وصلت لدور الربع، بعد ما حققت كذلك نيجيريا الكاميرون. الآن المغرب يعود من جديد، يفتح صفحة جديدة ويرفع سقف الطموحات كما قلتم، ويخلي من جديد هذه الدول تخوض العبرة في المغرب وتشتغل من أجل أن تصل لما وصل إليه المغرب في هذه النسخة القطرية. والقادم سيكون أفضل إن شاء الله كذلك بالنسبة للمنتخب الوطني ولكل المنتخبات إن شاء الله بطبيعة الحال، لأن المنتخب الوطني كما سبق أن أشرنا بأن هناك تخطيط ماشي وقتي بل هو تخطيط من أجل الاستمرارية وذاك الإشعاع اللي كان في قطر أو غيرها من المحطات ديال الأندية المغربية يبقى مستمر، لأن اللي كيشوف الخلف دائما كيضيع النقاط. هذه من المبادئ ديال العاب القوى، لان الابطال لا ينظرون الى خلفهم كينظروا غير للامام. وبالتالي فالمنتخب الوطني ولا القاعده باكملها ديال كره القدم الوطنيه لم يصبح لها اي خيار سوى الجهاد، ثم الجهاد فالجهاد، لان بدون هذه الامور كما يقول دابا السير لان هذا السير خاصها تمشي حتى على مستوى الانديه وعلى مستوى جميع المكونات ديال كره القدم والاجهزه السيريه. وهذه مفردات اللي لمسناها وتعرفنا عليها، فمفردات مغربيه كيبحثوا عليها دابا. انا عندك سير، عندك النيه، وعندك مجموعه مفردات اللي كان انعكاس كبير. الان اذا نتابع الصور تحرك حافله المنتخب الوطني المغربي من مطار الرباط سلا لتجوب أهم شوارع سلا والعاصمة الرباط. نعيش هذه اللحظة الأولى والجميلة. إذا نذكر كما تابعنا الانطلاقة في هذه اللحظات من مطار الرباط سلا. إذا حافلة المنتخب الوطني المغربي ستحظى باستقبال شعبي وجماهيري كبير من كما قلنا من مطار الرباط سلا، مرورا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نوفمبر، بعد ذلك لساحة شلة وساحة الملك حسين، ثم الوجهة ستكون شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة ساحة البريد وساحة الحسن وباب السفراء، وصولا إلى القصر الملكي العامر كما قلنا، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم.
إذا نواصل معكم هذه الأجواء المباشرة دائما من خلال هذه التغطية الاستثنائية عبر مختلف قنوات الشركة الوطنية إذاعة والتلفزة. كل الترتيبات وضعت لإنجاح هذه الاحتفالية المغربية بقلب العاصمة الرباط بصيت عالمي من جانب المنتخب الوطني المغربي الذي سيعيش هذه الأجواء الاحتفالية بعد مسيرته المميزة والتاريخية في نسخة قطر 2022. نترككم هذه الصور وهذه اللحظات التي لن تنسى أبدا في هذا اليوم الاحتفالي الوطني بقلب العاصمة الرباط، عاصمة الأنوار، عاصمة الإنجازات، والبداية من مدينة سلا صوب العاصمة. إذا دائما في هذه التغطية المباشرة عبر مختلف قنوات الشركة الوطنية إذاعة والتلفزة عناصر الوطنية المنتخب الوطني المغربي عبر هذه الحافلة المكشوفة المزينة باللونين الأحمر والأخضر تجوب أهم شوارع مدينة سلا في اتجاه العاصمة الرباط لنعيش وإياكم هذه الاحتفالية التاريخية للمنتخب الوطني المغربي بعد وصول بعثة المنتخب الوطني المغربي في حدود الساعة 5 عصرا لمطار الرباط سلا الدولي، ومنه مباشرة نحو أهم شوارع سلا والرباط لمعايشة هذه الأجواء الاحتفالية في استقبال جماهيري وشعبي كبير يليق بهذا الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي. أترككم مع هذه الصور والتعليق الأساتذة الكرام ما تابعناه
تفاعل كبير والجماهيريه تجري تسعد تركض لتقدم التحيه لهذا اللاعبين وهم يرفعون الرايات، يرفعون الرايه المغربيه خفاقه فوق هذه الحافله الجميله التي تقل عناصر المنتخب الوطني المغربي، وفي هذه الصوره الحضاريه التي تليق ببلد اسمه المغرب على مستوى هذا الاستعراض، اقول استعراض عصري وتاريخي بمواصفات الدوله الحديثه والدوله التي نفتخر بها المملكه المغربيه. لقد وفيتم وأقنعتم الحقيقة كل العناصر الوطنية، وبصمتم على التاريخ وعلى ملحمة ستبقى الأجيال تتذكرها، لأنه أصبح تاريخ يدخل في خانة التاريخ المجيد المغربي. فهذا الحضور الجماهيري يؤكد من جديد مدى الترابط بين كل مكونات الشعب المغربي والعرش الملكي والراية الوطنية والحب الصادق لهذه الراية التي ضحى عليها المغارب بالغالي والنفيس. ففي الحقيقة حب الوطن يسكن جميع المغاربة، وبالتالي فهذه المسألة هذه هي أن كنلاحظوا هذه الصور التعبيرية ديال العديد من بونو راشد بن محمود، فرحة هستيرية اللي كتأكدها على أن هناك حب مدفون داخل كل مغربي، وبالتالي